ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. تعالى اقولك النهارده على احلى ماسك هتعمليه يخلي بشرتك عامله زي بشره البيبيات بالظبط. بجد يا جماعه نعومه وترطيب وقد ايه هيفتح بشرتك وهم للبشره. لو عايزه كده تعرفي معايا الماسك عباره عن ايه، حاجات بسيطه جدا كلها من المطبخ. اهم حاجه كده صلي على النبي كتير جدا واشتركي في القناه عشان يوصلك كل جديد، ويلا نبدا مع بعض. اول حاجه كده يا حلوين، عايزين بشرتنا تكون دايما فيها نعومه وترطيب وفيها لمعه كده ونضاره، وكمان بشرتنا تكون عامله زي البيبيهات وكمان بيضه وفاتحه. طيب نعمل ايه بقى؟ ماسك بسيط جدا بس بجد هيفرق في بشرتك باذن الله. اهم حاجه وانت بتتفرجي عليا كده صلي على النبي كتير ويلا نكمل مع بعض. اول حاجه كده معايا يا حلوين، معايا معلقه من النشا. وطبعا النشا يا جماعة ممتاز في تفتيح وشد البشرة، بيفتح البشرة جدا، كمان بيشد البشرة، بيملى كل الخطوط اللي عندك في بشرتك. زائد كمان ان هو بيفتح البشرة. من اقوى مفتحات البشرة هو النشا، ممتاز يا جماعة للبشرة، وهم هتشوفي طبعا النتيجة من اول استعمال بإذن الله. قومي كده جربيه معايا الماسك ده بإذن الله تحبيه جدا. طيب معايا كده معلقة من النشا زي ما احنا شايفين. كمان معايا زيت جونسون بتاع الأطفال اهو. الزيت ده طبعا يا جماعة ممتاز للبشرة. بيعمل ايه زيت جونسون للأطفال ده؟ طبعا أول حاجة مش مضر خالص على البشرة، بتحطيه في أي منطقة يعني حوالين العين كمان حوالين الفم، ما تقلقيش خالص لأن هو آمن على بشرة الأطفال، فما فيهوش أي كيميكال، فطبعا مفيد جدا للبشرة. تاني حاجة بيلمع البشرة جدا وبيديها ترطيب عميق، زائد كمان ان هو بيدي نضارة ملحوظة مع الاستمرارية. طيب معايا كده حاجة بسيطة من زيت جونسون اهو. طبعا استعملي اي نوع انت تحبيه. تمام كده معايا يعني كام نقطة كده، يعني مش هكملي نص معلقة. تمام. وقلب كده كويس اهو. الماسك ده يا جماعة وهم بيخلي بشرتك زي البيبيات بالظبط، ناعمة وفيها طبعا نضارة وفيها ترطيب قوي جدا اهو. زائد كمان ان هو بيشد البشرة وبيبيضها عشان طبعا النشا. قلبت كده كويس جدا. ودلوقتي يا حلوين معايا معلقة من الزبادي. وطبعا الزبادي، لما اقول الزبادي طبعا الزبادي بيرطب البشرة بعمق، كمان بيبيض البشرة جدا جدا. زائد ان هو بيعمل تقشير خفيف كده، بيخلي كل الحاجز اللي على البشرة، يعني بيبقى فيه جلد كده ميت على البشرة، الطبقة الخارجية دي بتبقى عاملة غمقان شوية. طبعا الزبادي لما بتحطيه على بشرتك بيبدأ ان هو يزيل كل الغمقان ده تماما، بيرجع بشرتك عامله زي البيبي بمعنى الكلمه. زائد كمان هو بيفتحها وبيبيضها وبيقشر الطبقه اللي بتكون مسمراها دي زي ما قلت لك. واقلب كويس جدا معلقه كده صغيره، حاجه بسيطه. ممتاز يا جماعه اهو. وقلبت كويس جدا زي ما احنا شايفين كده. بس كده؟ لا مش بس كده، انا دلوقتي كمان هحط من معلقة من الفازلين أو نص معلقة، حاجة بسيطة. الفازلين بيعمل ايه؟ طبعا الفازلين يا جماعة ممتاز للبشرة، ليه فوائد كتير جدا. أولها وأحلاها إن هو بيرطب البشرة ترطيب عميق جدا. تاني حاجة وده الأهم، إن هو بيدي نضارة وتلميع للبشرة ونعومة فظيعة وتبقى طبعا ملحوظة. بجد يا جماعة ممتاز. الناس اللي بتستعمل الفازلين ومداومة عليه عارفة أنا بقول ايه. هو ممتاز جدا للبشرة. زائد كمان ان هو ما بيخليش البشرة تعجز ولا يطلع لها خطوط، لان البشره دايما مترطبه، فبالتالي مش بتكون ناشفه ولا بيطلع لها خطوط ابدا، وفي بشرتك بالتالي بتبقى صحيه دايما وصغيره. تمام كده. بسم الله. وابدا ان انا اخد كده معلقه من الفازلين، شايفين؟ معلقه صغيره كده اهو، وانزلها كلها. احلى ماسك ممكن تعمليه بجد، بيخلي بشرتك دايما صغيره ودايما فيها نعومه ودايما فيها ترطيب. مش يعني حطينا طبعا كذا حاجه مع بعض مرطبه للبشره. زائد كمان ان هي بتخلي البشره فيها لمعه ونعومه، وده طبعا المطلوب عشان بشرتك دايما تكون مترطبه، فبالتالي ما يطلع لهاش تجاعيد ولا خطوط رفيعه، فبالتالي بشرتك تبقى دايما صغيره. ومهما كان سنك كام بس بشرتك هتفضل صغيره دايما. حاجات طبيعية بجد بتخلي البشرة بتنور اهو كده يا حلوين، شايفين؟ هو بيدوب بكل سهولة، بس انتي طبعا لازم تتأكدي 100% وتفضلي تقلبي. ما بياخدش معاكي دقيقة بس عشان الفازلين يدوب، وكمان كل حاجة كده تكون واحد. تمام كده يا حلوين.
اهو. وبقلب طبعا كويس جدا زي ما انتوا شايفين، من اول ما قلبت كل الماسك خلاص بقى واحد. بس انا برضو عشان اتاكد ان كل المكونات اندمجت كويس جدا. اهم حاجه كده طول ما انتوا بتتفرجوا معايا، يا ريت تصلوا على النبي، ولو عندك المكونات دي في المطبخ بجد قومي اعمليه، مش هتندمي، بالعكس تماما هتحبي جدا الماسك. زائد ان انت مش هتبطلي تستعمليه من حلاوته، وقد ايه هيفرق في بشرتك من اول استعمال باذن الله. اهو كده. طيب بس كده يا حلوين، كده يكون جاهز معايا الماسك. شايفين القوام بتاعه؟ هو بيبقى زي كريمي كده، مبيبقاش سايل مش بيبقى سايل. اهو بصوا، تحفة يعني بجد ممتاز. مش بقدر استغنى عن الماسك ده لانه بيودي بشرتي في حتة تاني خالص. بيفرق جدا في بشرتي 180 درجة. بجد بيرطب وبيفتح وبيزيل كل الكلف وبيزيل اي خمقان في بشرتي، وبيدي ترطيب عميق جدا ولمعة ونضارة ملحوظة من اول استعمال. تعالوا بقى كده نفرده على بشرتي. وابدا ان انا طبعا اكون غاسله بشرتي كويس جدا بميه دافيه، بكون متاكده ان هي ما فيهاش اي بواقي من الميك اب زي ما احنا اتعودنا. وبعدين هبدأ ان انا افرد الماسك على كل بشرتي. تمام كده. هسيبه بحركات دائرية حلوين، هسيبه لمدة نص ساعة. هبدأ بعد كده ان انا اغسله بمية دافية برضو. شايفين الحلاوة والجمال؟ قوامه زي ما قلت لكم كده، هو بيبقى كريمي مش بيبقى سايل معايا. تمام. ليه؟ لان انا حاطه فازلين. فايه الفازلين هو اللي بيخلي قوامه بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. اهو. لمدة نص ساعة وابدأ ان انا اغسله بمية دافية. شوفي الجمال وقد ايه بشرتك ناعمة، وبجد هتحطي ايدك عليها كده هتكون عاملة زي بشرة البيبي بالظبط، وقد ايه هتكون فاتحة وكمان مشدودة. ده كله من الماسك ده، وبجد جميل جدا. جربوه بإذن الله يعجبكم. ولو عجبكم الفيديو وصلتوا معايا لحد هنا، يا ريت تشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. وما تنسوش يا حبايب قلبي تصلوا على النبي كتير جدا. اشوفكم بإذن الله في فيديو جديد. مع السلامة.